لما نزلت فيديو مشتريات السوبر ماركت للدايت، في حاله دخلت لي العياده. قالت لي يا دكتوره ممكن اتكلم معاكي بصراحه او اتكلم معاكي شويه؟ قلت لها اتفضلي. قالت لي هو انتوا ليه كده بتصعبوها علينا؟ بقول لها ليه؟ قالت لي كل حاجه لازم اجيب مش عارفه ماتشا او قشور السيلينيوم واجيب مش عارفه زبادي مش عارفه يوناني، واجيب عيش ريف وعيش بيت جدي وعيش بذور الكينوا وبذور الشوفان وقشور مش عارفه وقشور السيلينيوم اللي طلعت لي. وانا ما ينفعش اخس بالاكل العادي بتاع مامتي ومامتك وجدتي وجدتك اللي اتربينا عليه؟ فحسيت ان انا محتاجه اعمل الفيديو ده جدا، وده رساله لكل دكاتره التغذيه زمايلي صحابي يعني. ما تصعبوهاش على الناس فعلا، لان الناس تعبانه، فاحنا عايزين نخلي الموضوع سهل. الناس القديمه كانت بتخس بحاجات بسيطه وسهله موجوده في كل بيت، بالفول والبطاطس والبيض والجبنه القريش واللحمه والفراخ، وحتى لو ما فيش لحمه وفراخ، في فول وعدس ونابت وبصاره، والاكل الشعبي العادي اللي موجود في كل بيت. مش لازم زبادي يوناني، ممكن اجيب زبادي عادي من عند اللبان واشيل من عليه الوش، او زبادي، او حتى لو مشيتش عليه الوش. على فكره يعني مش كل منتجات اللايت انا محتاجاها في الدايت، لا على فكره هي ما الا غير انها منزوعه الدسم. انا محتاجه الفيتامينات يا جماعه، محتاجه الدهون عشان الفيتامينات ما بتمتصش غير وسط في وسط دهني، وارجع بعد كده اقول الفيتامين ده مش موجود في جسمي، لان انا عايشه كل حياتي على لبن خالي الدسم وزبادي خالي الدسم وجبنه لايت ومنع الدهون في حياتي. مش لازم يا جماعه نكتب لكل الحالات مكسرات يوميا، ممكن اكتبها مرتين في الاسبوع، ممكن اعتمد على الفول السوداني، ممكن اعتمد على ال على الاسماك. الناس اللي بتاكل الاسماك تقول لك بدل ما اجيب مكسرات غاليه انا اجيب كيلو سمك اكله انا وعيالي، يبقى اخدنا اوميجا 3. فالفكره كلها ان انا محتاجه اسهلها على الناس شويه. لا يا جماعة الموضوع بسيط بأمانة، وممكن ما احملش لود على صاحب البيت ولا احمل لود بمصاريف زيادة. أنا لو اعتمدت على أكل موجود في بيتنا بتكلفة بسيطة بهاي بروتين، طبعا على كل كيس على حسب السعرات، بدل إن أنا بسطت لهم الدايت بهدوء وبالراحة علشان يحسوا إن هو لايف ستايل مش فترة أنا بتكلف مبالغ كبيرة وبعد كده برجع، ولا كأني اتعودت على حاجة، ولا كأني عملت الموضوع ببساطة وسهولة. فبالراحة شوية على الناس.